مساء الخير، اخباركم ايه يا شباب؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقاتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الاهلي وانبي في كاس الرابطة. كلنا شفنا الماتش وشفنا الاداء السيء اللي قدمه النادي الاهلي النهاردة. بس في بداية الحلقة منساش ان احنا نعمل سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد، ومنساش ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، لان الموضوع دلوقتي بيبقى سيء طبعا. مشاكل كتيرة جدا، في ضرب بين إسرائيل وحماس بترد. فنتمنى إن شاء الله الأيام اللي جاية تعدي على خير بإذن واحد أحد. طبعا أول حاجة أتكلم عنها في ماتش النهاردة، كلنا شفنا تشكيلة الماتش وشفنا الماتش كان يعني مسيرة المباراة كانت عاملة إزاي. طبعا ثنائي دفاع زي الزفت. النادي الأهلي كان طبعا بيلعب بحمزة علاء حارس مرمى. طبعا ماليش خلاف على حمزة علاء. النهارده الراجل طبعا عمل اللي عليه وبزيادة. مشكلتي طبعا مع خالد عبد الفتاح. راجل انا شايف من وجهة نظري ان اللعيب سيء جدا 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 جدا. اتمنى النادي الاهلي يلحق يسوقه. وياسر ابراهيم برضو نفس الكلام. ياسر ابراهيم النهارده كان وحش جدا جدا جدا. ياسر ابراهيم وخالد عبد الفتاح، الراجل بيلعب الاوفر. الكرة الاخيرة اللي داخل الجون دي طبعا هنتكلم عنها. طبعا طريقة سامي قمصان في اللعب، الراجل طول الوقت كان بيلعب على العرضيات وطول الوقت بيلعب على حتة المساحات مش اكتر ولا اقل. فالراجل كان ممكن يلعب اختراقات من العمق، لكن هو ما عملش الكلام ده. هو كان معتمد على عمر الساعي ناحية الشمال، ومعتمد على عمر كمال عبد الواحد ناحية اليمين. طبعا المهاجم اللي كان موجود كان سمير احمد او سمير محمد، اللي هو ناشئ النادي الاهلي. طبعا اكرم توفيق كان موجود ناحية اليمين، وكان بيلعب برضو قدام. كان في قفشة، وكان في طبعا اللي بيلعب باك ليفت كان يحيى عطية الله. يحيى عطية الله النهارده كان ممتاز جدا. الراجل النهارده كان بيزيد قدام، وكان بيعمل كل اللي عليه وبزيادة، وكان بيرفع اوفرات عدلة، كان بيعمل حاجات كتيرة جدا يعني. طبعا معلول اكمن راجل راجع من الاصابة، فما اقدرش ان انا اتكلم عنه بحاجة. انا شايف ان معلول برضو كان اداؤه كويس حد ما. طبعا في الدقايق اللي نزلها الراجل برضو مقصرش في حاجة، حتى كان عامل اسيست كويس جدا للعيب. وطبعا الكرة اتشاطت اللي هي اتحسبت اوفسايد على سمير محمد. معرفش سمير محمد يعني انت داخل الجون تعمل ايه؟ انا مش فاهم. فالكرة دي عشان كده للأسف ما اتحسبتش. نرجع نتكلم عن الماتش. طبعا الطريقه اللي كان بيلعب بيها سامي قمصان زي ما قلت لكم ان هو بيلعب على الكرات الطويله والعرضيات. ما كان في اي اختراقات من العمق، لان انا كنت شايف دفاع انبي ما كانش احسن حاجه. كنت تقدر ان انت عادي تقدر تسجل اهداف، حتى لو انت بتعتمد على عمر كمال وبتعتمد على عمر الساعي. كنت ممكن عادي تلعب كرات قدام، مفيش مشكله. قفشه النهارده كان وحش جدا بالمناسبه. قفشه النهارده كان سيء جدا جدا جدا. الراجل ما عملش غير ان هو بس شاط كورتين في الثلاث خشبات، بس ما شفتش حاجه تاني. بالنسبه لي طبعا عمر الساعي كان كويس. ما اقدرش احكم على الراجل ان هو كان وحش، بس طبعا هو بيلعب في مركز مش مركزه. ده رقم واحد. رقم اتنين وده الاهم، ان انت كنت ممكن تحط ناحيه الشمال مثلا يحيى عطية الله، وتخلي خالد عبد الفتاح ناحيه الشمال. الحته دي ما كانتش تعمل لك ازمه، ان انت محتاج حد يقدر ان هو رجليه تقدر ان هو يرفع اوفرات، يقدر ان هو يخترق من العمق. طبعا الكلام ده كله ما كانش موجود. سامي قمصان النهارده كان للاسف يعني ما كانش بيدير المباراه بشكل كويس. نرجع لاكرم. اكرم طبعا كان كويس زي ما قلت. انا بالنسبه لي اكتر ثلاثه ما كانوش عاجبين حتى في التبديلات الاخيره اللي عملها، كون ان هو نزل معلول وكريم كريم وليد. كريم وليد كان سيء. كريم وليد اصلا السبب في الهدف. لو كلنا خدنا بالنا في الكوره اللي هو طول الوقت عمال يلف حوالين نفسه وحوالين اللعيب. طب انت بتلف حوالين اللعيب بتعمل ايه؟ يعني انت بتعمل ايه؟ وطبعا انا مش هلومه هو لوحده، وبرده في ياسر، وكان في برده كان في ياسر، مش كان في حد تاني برده واقف مع ياسر مع كريم وليد. والراجل برده في الاخر لعب العرضيه وجابها جون. فطبعا اداء سيء جدا جدا في ماتش النهارده. طبعا اداء سيء جدا برضو من اداره المباراه من كابتن سامي قمصان.
فالحمد لله ان الماتش عدى على الحال ده. طبعا خسارة، كان ممكن الاهلي يضغط ويجيب هدف، كان ممكن يلعب زي ما بعد ما الهدف جه كلنا شفنا ضغط الاهلي في الاوقات الاخيره، يعني كنت وارد ان انت تقدر تسجل، وكنت وارد ان انت تقدر تلعب بالحماسيه دي، ما كانش موجوده ليه في اول الماتش؟ انا مش عارف. يعني مجرد ما الهدف جه لقيت مره واحده اللعيبه سخنت وبتقطع الكوره وبتقتل بتموت نفسها على الكوره. طب كان فين الكلام ده؟ مجرد ما الهدف جه كلنا شفنا مره واحده اللعيبه بتستموت على الكوره. طب كان من الاول. نرجع بقى للاحداث الاخيره اللي حصلت. كنت عايز اتكلم في الموضوع ده، بس طبعا انا كنت شايله الفيديو الجاي عشان خاطر كان في احداث جديده كنت عايز اتكلم فيها. طبعا كلنا شفنا اللي حصل في ماتش القمه بين الاهلي والزمالك، وكلنا شفنا المهزله اللي حصلت من اتحاد الكوره والرابطه. طبعا النادي الاهلي انا شايف ان هو ما اثرش في اي حاجه من القرارات اللي هو خدها. طبعا انا بدعم قرار النادي الاهلي، لان انا كنت شايف من وجهه نظري ان ده القرار الصح. النادي الاهلي كان المفترض يروح المباراه يوم الثلاث، وكان موعود باتنين حكام اجانب. اول حكم كان حكم يوناني، واتحاد الكرة قالت لا مفيش حكم يوناني هيجي. طب في حكم بديل ليه؟ قالوا في حكم ايطالي. بعد كده قالوا الحكم الايطالي مش جاي ولسه بندور على حكام اجانب. فوجئ النادي الاهلي يوم الماتش بان الحكم اللي هيكون موجود هو محمود بسيوني. طيب طبعا النادي الاهلي كان الوزير كان بيتكلم ان هو هيجيب حكام سعوديين، والنادي الاهلي ما كانش معترض، وكان في الطريق فعلا للاستاد. الاتوبيس كان يروح للاستاد، وكان عادي النادي الاهلي هيروح يلعب الماتش. فوجئنا مره واحده بان النادي الاهلي اتبلغ ان الحكم الموجود او طاقم التحكيم الموجود تحكيم مصري. فقرر كابتن محمود الخطيب ان هو يخلي الاتوبيس بدل ما يعدي على الاستاد يروح على مدينه نصر. فطبعا انا ما انسحبتش، رقم واحد. رقم اتنين، انا كنت مطالب ان انا اكون العب الماتش، وانا طالبت ان انا لو هلعب الماتش العب بحكام اجانب. طبعا المهزله برضو اللي حصلت من الرابطه كون انها تعمل قرعه قبل الماتش ب5 ايام، ويقولوا هنوقع الزمالك والاهلي مع بعض، ونفس الكلام الاهلي والبيراميدز مع بعض. النادي الاهلي ما كانش معترض ان هو يلعب الماتشين، لكن فوجئنا زي ما قلت لكم بالمهزله اللي حصلت من اتحاد الكوره بعدم وجود حكام اجانب في ماتش القمه. فطبعا كلنا شفنا المهزله. طبعا المؤتمر اللي عمل برضو كابتن احمد حسام ميدو كان من اسبوعين لما طلع يتكلم عن التحكيم المصري، ولا مش فاكر كان اسبوعين او 3. طلع يتكلم عن التحكيم المصري وقال ان التحكيم المصري تحكيم سيء، وان مفيش نزاهه ومفيش عداله تحكيميه، ونادي الزمالك بيتظلم. فوجئنا بان نادي الزمالك اول ما عرف ان في تحكيم مصري في الماتش اتمسك بالتحكيم المصري، وقال انا هلعب الماتش عادي ما عنديش مشكله. ليه؟ لاقتناص ال3 نقط انا ما عنديش مشكله. انا كده كده في الاول وفي الاخر الحكام المصريه مره واحده بقوا حلوين، ما كانوا كخه من اسبوع، لا مره واحده انا بحب الحكام المصريه، الاحتواء وحشني، فانا العب بحكام مصريه. فانا بالنسبه لي كده كده يعني نادي الزمالك بالنسبه لي نادي هلهوله يعني، فده الطبيعي بالنسبه له. طبعا بقيه المهزله اللي حصلت طبعا ان النادي الاهلي كان مستني قرار الرابطه اللي هو كان يوم السبت اللي فات، والرابطه اعلنت يوم السبت اللي فات باحتساب 3 نقط للزمالك، وفوز الزمالك 3-0. معرفش 3-0 ازاي وانا ما جيتش الماتش، بس ماشي. طبعا كونه ان هو منسحب يعني انا ما اتسحبتش، ان هم كانوا مكلمين برضو، كان في كلام ان الماتش هيتاجل 24 ساعه، والكلام ده ما اتنفذش بعد ما الحكام السعوديين جم. طبعا بعد اللي حصل ده النادي الاهلي قرر ان هو يصعد الشكوى، وخد الملفات وخد كل المستندات والخطابات اللي اتبعتت، او الرسالات اللي اتبعتت ما بين الاهلي وما بين الاتحاد وما بين الرابطه، وايضا طبعا في اللجنه الاولمبيه. طبعا احنا لسه مستنيين قرار اللجنه الاولمبيه. توقعاتي طبعا انا معرفش اللي هيتم ايه. في كلام طلع من استاذ عامر العمايره طلع يتكلم قال ان المفترض ان الماتش يتعاد. في كلام طلع من اعلامي من اعلاميين النادي الاهلي وقال وانت مغمض لازم الماتش يتعاد. فقال الماتش هيتعاد ولا لا؟ طبعا انا مفترض حاجه زي كده، ما اقدرش ان انا ململيش في اللوائح وما اعرفش القرارات اللي هياخدوها ايه. لكن الكلام اللي تم ان في ماتش مفترض يتعاد على حسب اللوائح. ناس كتيره بتطلع تتكلم تقول لك الصح ان الماتش يتعاد.
فاحنا مش عارفين لحد دلوقتي قرار اللجنة الأولمبية هيكون ايه. فطبعا ادينا منتظرين. هارد لك للنادي الاهلي في ماتش النهارده. ده اللي انا كنت حبيت احكي فيه بس في ماتش النهارده، وطبعا اللي حصل في ماتش القمة. وانا بعتذر للناس اللي انا بطلعش بقالي فترة طبعا، بس نظرا لظروف صحية. اتمنى بس من كل اخواتي وحبايبي ما يكونوش متضايقين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. استودعكم الله والسلام عليكم.